بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي، كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة وسعيدة عليكم ان شاء الله بإذن الله. هناخد مع بعض منهج العلوم ونفصله ونفصصه ونفهم كل حاجة ان شاء الله، ونحل كل الأسئلة، وان شاء الله بإذن الله بالمتابعة كلنا نجيب الدرجة النهائية ان شاء الله. هنشرح من كتاب الأضواء وهنحل كل الأسئلة مع بعض ان شاء الله. المنهج بتاعنا يا أبطال السنة دي بيتكون من وحدتين. الوحدة الأولى بتتكلم على العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية، يعني إزاي النبات بيتغذى، والكائنات الحية زي الإنسان والحيوان، وطبعا شبكات الغذاء، وهناخد ده كله بالتفصيل إن شاء الله. الوحدة التانية بتتكلم عن الحركة وحركة الجسيمات ووصف المادة، وإن شاء الله بإذن الله هناخدهم بالتفصيل مع بعض، وكل حاجة هتبقى سهلة، هتبقى عبارة عن مفاهيم. الوحدة الأولى 3 مفاهيم: المفهوم الأول، المفهوم الثاني، والمفهوم الثالث، وهكذا الوحدة الثانية. هنبدأ مع بعض المفهوم الأول: احتياجات النبات. النبات زي ما احنا عارفين هو كائن حي زي الإنسان والحيوان. احنا عارفين الكائنات الحية لها صفات معينة، إنها بتتغذى وبتكبر وبتتكاثر، ولها احتياجات عشان تبقى على قيد الحياة، زي الماء والهواء والغذاء والمأوى. حد يقدر فينا يعيش من غير مية او يتنفس هواء، او ان هو يتغذى لازم ياكل كل يوم، وكمان لازم يعيش في سكن او في مأوى، وهكذا. بس بتختلف من النبات للإنسان للحيوان حسب الكائن، كل كائن فيهم. المفهوم ده احنا هنتكلم عن النبات، يعني هنبدأ نشوف بقى النبات وهنفصل كل حاجة عن النبات، ونعرف النبات بيتكون من ايه وبيتغذى ازاي، وايه احتياجاته اللي ما يقدرش يعيش من غيرها، وازاي هو بينتج لنا احنا كمان غذائنا عن طريق عملية مهمة جدا اسمها عملية البناء الضوئي. واحدة واحدة هنبدأ نقول النبات بيتكون من ايه. احنا اكيد كلنا بنشوف نباتات حوالينا، بنلاقي اللي ظاهر قدامنا دايما سواء في الشارع او في الجنينة او في اي حتة او عندنا في البلكونة. هنلاقي النباتات عبارة عن انها ليها ورق اخضر، وفي عمود شايلها زي اللي هو الساق، وتحت اللي احنا مش شايفينه بيبقى فيه جذور. يبقى النبات بيتركب من 3 حاجات رئيسية: الجذر والساق والاوراق. مفيش نبات موجود ما عندوش ال3 حاجات دول. طيب ده تركيب النبات. طيب النبات بيحتاج لإيه؟ احنا قلنا النبات كائن حي، يبقى زيه زينا، محتاج لإيه؟ بيحتاج للماء، مفيش نبات يقدر يعيش من غير مية، وبيحتاج للهواء، وبيحتاج كمان لضوء الشمس والتربة اللي هو هيتزرع فيها. ليه؟ عشان ينمو ويبقى على قيد الحياة. النبات بعد ما يحصل على احتياجاته دي بيبدأ يعمل عملية مهمة جدا زي ما قلت لكم اسمها عملية البناء الضوئي. دي عملية بيستخدم فيها النبات الماء والهواء وضوء الشمس عشان يصنع الغذاء بتاعه اللي بيديله طاقة ويخليه ينمو ويتكاثر، وكمان بيصنع لنا الغذاء بتاعنا اللي احنا زي ما احنا بنتغذى على النبات هو بيصنع الغذاء لنفسه واللينا في عملية اسمها البناء الضوئي. هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله في الدروس الجاية. كده النبات ان شاء الله بإذن الله عرفنا ان هو اساس الحياة على الارض، لان هو الكائن الوحيد اللي بيصنع غذائه. بقية الكائنات بتعتمد على النبات في الغذاء. يعني مثلا احنا بناكل النباتات مباشرة، وممكن ان احنا ناكل حيوان اكل النبات واحنا نتغذى على الحيوان. فده بيعمل حاجة اسمها سلاسل غذائية. ازاي؟ ان مثلا تيجي بقرة تاكل البرسيم مثلا واحنا ناكل البقر، فبقت سلسلة، بدأت بالبرسيم اللي هو النبات اللي عمل غذائه بنفسه، وانتهت بالإنسان. طيب مثال تاني على السلاسل الغذائية: ممكن مثلا حشرة تاكل ورقة شجرة، بعد كده الحشرة دي ياكلها ضفدع، بعد كده الضفدع ممكن ياكله ثعبان، بعد كده الثعبان ممكن ياكله صقر. يبقى إذا دي برضو سلسلة غذائية. لما جمع كل السلاسل الغذائية دي مع بعض بيديني حاجة كبيرة قوي اسمها شبكة الغذاء أو الشبكات الغذائية. طيب الشبكات الغذائية دي أول حاجة كائنات منتجة وكائنات مستهلكة، دي أهم حاجة فيهم. الكائن المنتج زي الإيه؟ زي النبات، والكائن المستهلك زي الإنسان والحيوان اللي هم بيتغذوا على النبات. وطبعا بتنتهي بحاجة كائن ثالث اسمه الكائنات المحللة،
اللي هي البكتيريا، اللي هي بعد ما الكائن يموت بيبدأ يتحلل ويرجع كل محتويات جسمه تاني للبيئة في صورة معادن وصورة عناصر تمتصها التربة تاني. في مثال قدامي في الصورة اهوت، حيوان السنجاب. حيوان السنجاب الحيوان اللذيذ ده بيعمل ايه؟ بياكل الاوراق الشجر والفواكه والحشرات. فالسنجاب ده ممكن حيوان اكبر منه حجما يتغذى عليه، يبقى حصل عندي سلسلة غذائية اهو. هو بدأ بورق الشجر، اكلوا السنجاب، بعد كده السنجاب اكلوا كائن تاني اكبر منه، وهكذا بتستمر بقى السلاسل الغذائية والشبكات الايه الغذائية. هنبدأ بقى بالدرس الاول. الدرس الاول هنتكلم عن النبات بالتفصيل. زي ما قلت لكم النبات بيتكون من ايه؟ من جذور وساق واوراق. الجذور اللي بتبقى موجودة جوه التربة، زي لو بصينا مع بعض في الصورة دي، ادي نبات اهوت وادي بذرة وبعدين طلعت نبات. النبات اهو في صورته الاخيرة اللي قدامنا، ادي ورق، ادي الاوراق، وادي العمود اللي شايل الاوراق ده اسمه الساق، وفي تحت التربة دي فيها الجذور اللي بتبقى متشعبة جوه التربة. طيب النبات ده علشان ينمو محتاج لإيه؟ محتاج لثلاث حاجات. محتاج مية، كلنا عارفين ان النبات لازم يشرب مية وإلا يذبل ويموت. محتاج هواء، ومحتاج ضوء شمس كمان، لان دول اللي بيستخدمهم في عملية ايه اللي لسه قايلين عليها، عملية البناء الضوئي. اهم عملية حيوية بتحصل على الارض، عملية صنع الغذاء. النبات بيصنع غذائه لنفسه وللكائنات التانية. النبات ازاي بقى بيقدر يستفيد من الماء والهواء وضوء الشمس عشان يقدر يعمل عملية الايه العمليات الحيوية ويكبر وعملية البناء الضوئي؟ اول حاجة الجذر اللي موجود تحت التربة ده. الجذر بيمتص من التربة الماء، ومش بس الماء، احنا بناكل غذائنا كبشر ان هو بيبقى مليان عناصر غذائية، مليان معادن ومليان املاح وحاجات ياما. النبات برضو محتاج للحاجات دي. طب هياخدها ازاي؟ بياخدها انها تكون دايبة في التربة اللي هو بيمتص منها المية ويكون جذره فيها. يعني الجذر بتاع النبات بيبدأ يمتص الماء والعناصر الغذائية اللي قلنا عليها، المعادن والأملاح والحاجات دي كلها بتبقى موجودة جوه التربة. علشان كده أنا ما أقدرش أجي أزرع نبات في تربة ما فيهاش العناصر الغذائية، مش هينفع، النبات مش هيقدر ينمو وهيذبل ويموت. عشان كده في أراضي بتبقى معروفة إن دي مخصصة للزراعة. ليه؟ علشان فيها عناصر غذائية، وطبعا المية بتبقى متوفرة. طيب الجذر هيمتص الماء والعناصر الغذائية. طب هتوصل لبقية النبات ازاي؟ قال لي ما هو ده دور الساق. الساق عبارة عن انبوب كده، الانبوب ده دوره انه يوصل المية لباقي اجزاء النبات من الجذر، يستلم المية من الجذر ويوصلها لباقي اجزاء النبات. اول ما الماء يوصل للاوراق، الاوراق تبدأ تعمل عملية البناء الضوئي، هي عملية صنع الغذاء. طب الغذاء ده بيكون في صورة ايه؟ الغذاء ده بيكون في صورة سكر. السكر ده هو اللي بيدي للنبات الطاقة، واللي بياكل النبات بيستفيد بالطاقة. فاللي هيتغذى على النبات هيبدأ يستفيد من السكر اللي موجود ده، ويبدأ ان هو يستمد الطاقة من الغذاء اللي عمله النبات. مثلا احنا لما ناكل بطاطس، البطاطس ديت عبارة عن نبات. طب اللي جواها نشويات. النشويات دي برضو نوع من انواع السكر اللي بينتجه النبات فين؟ في عملية البناء الضوئي. هنا بيديني نشاط، بيقول لي ازاي تزرع شجرة وايه الاحتياجات اللازمة لزراعة الشجرة. انا هزرع الشجرة، يبقى انا محتاج ايه؟ اول حاجة مية، الماء، وتاني حاجة الهواء، وتالت حاجة ضوء الشمس. دول اللي احنا قلنا عليها احتياجات النبات الاساسية عشان ينمو. طب والمأوى، المكان اللي هيتزرع فيه، التربة لازم تبقى موجودة ولازم تكون مناسبة للنمو. انا هعمل نبات شجرة كبيرة، ما ينفعش ازرعها في حتة صغيرة عشان طبعا مش هتقدر تنمو في المكان الصغير ده. ورقم 5 مساحة مناسبة للنمو علشان تتمدد الشجرة براحتها وتتكاثر. زي ما احنا شايفين في الصورة، هو زرع بذرة وبعد كده
واحدة واحدة بدأت تنمو لغاية لما بقت شجرة. الجذور بتاعتها تحت في التربة، وادي الساق اللي شايلة الأوراق، وادي الأوراق اللي متعرضة لضوء الشمس عشان تعمل عملية ايه؟ عملية البناء الضوئي. طيب أنا عايز أشوف أنا فهمت ولا لأ. بص على الصورة ديت، هنا بيقول لي استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. رقم واحد عندي اهو، رقم واحد، بص للصورة كويس. رقم واحد ايه؟ العمود اللي شايل الاوراق ويتوسط ايه بين الجذر والاوراق، الساق، مظبوط. رقم اتنين اللي ايه؟ الاوراق الخضراء، هي الاوراق اللي بتتعرض لضوء الشمس وتصنع الغذاء. رقم تلاتة الجذور. بيسألني برضو سؤال هنا، بيقول لي ينقل نقط الماء والعناصر الغذائية من الجذر إلى جميع أجزاء النبات. أيوة أنا فاكر اللي كان بينقل هو الساق. الساق هو اللي بينقل الماء والعناصر الغذائية من الجذر إلى جميع أجزاء النبات. طيب إيه الاحتياجات اللي النبات ما يقدرش يعيش من غيرها؟ احتياجات ما يقدرش يعيش من غيرها يعني احتياجات أساسية فيهاش هزار، لا يمكن يقدر ينمو من غيرها. أول حاجة طبعا هي الماء. مين كائن حي على وجه الأرض يقدر يعيش من غير مية؟ ورقم اتنين الهواء. طيب ورقم تلاتة ايه؟ حاجة مهمة جدا في عملية البناء الضوئي، بناء ضوئي، يبقى ضوء الشمس، يبقى رقم تلاتة ضوء الشمس. ورقم أربعة الأكل بتاعه، الغذاء اللي هو بياخده عشان يصنع بيه غذائه، العناصر الغذائية اللي بيستمدها منين؟ من التربة. يبقى أنا عندي 4 حاجات لا يمكن النبات يقدر يستغنى عنهم، اسمهم الاحتياجات الأساسية للنبات. 1 الماء، 2 الهواء، 3 ضوء الشمس، 4 العناصر الغذائية. طب هو هنا أنا حاسس إن أنا ناسي حاجة، التربة. قال لي لا، التربة مش من الاحتياجات الأساسية. إزاي؟ ما هو التربة جواها ايه؟ جواها عناصر غذائية. طب انا ممكن اوفر له العناصر الغذائية دي بطريقة تانية. طب كده يبقى مش محتاج التربة، يبقى في نباتات تقدر تنمو من غير التربة، انما مستحيل تلاقي نباتات تقدر تنمو من غير ال4 حاجات اللي انا قلت عليهم. طب هنا هيجي يسألني يقول لي علل يعني اذكر السبب ليه لا تعتبر التربة من الاحتياجات الأساسية للنبات. هقول له ايه؟ لان مش كل النباتات بتحتاج للتربة، يبقى لأن بعض النباتات لا تحتاج إلى التربة. زي إيه؟ زي النباتات المائية، زي ورد النيل اللي احنا بنشوفه عايم على وش النيل. طب فين التربة بتاعته ده؟ لا، ده بيمتص العناصر الغذائية بتاعته من الماء اللي هو عايش فيه. طيب في نباتات تانية ما بتحتاجش التربة؟ قال لي زي النباتات التي تنمو على نباتات أخرى. في نباتات كده بتنمو على نباتات تانية، تلف حواليها كده وتبدأ تستمد من النباتات التانية دي العناصر الغذائية بتاعتها. يبقى إذن أنا عرفت خلاص إن التربة مش من الاحتياجات الأساسية للنبات. أمال هي إيه الاحتياجات الأساسية؟ فكرني كده. 1 الماء، 2 الهواء، 3 ضوء الشمس، 4 العناصر الغذائية. يبقى أنا لما يجي بقى يعمل لي جدول زي اللي في الصورة كده، يقول لي إيه الحاجات الأساسية للنبات وإيه الاحتياجات الغير أساسية للنبات. هنا بيقول لي الماء طبعا حاجة أساسية. السكر، هو النبات بيحتاج سكر؟ لا، ده النبات هو اللي بيعمل السكر، يبقى إذن السكر مش حاجة أساسية. الأكسجين طبعا بيحتاجه، ده هواء موجود في الهواء، يبقى حاجة أساسية. الغابة، والنبات هيحتاج الغابة في ايه؟ ده النبات بيبقى موجود في الغابة وفي نباتات تانية بره الغابة. طيب ثاني اكسيد الكربون، ده موجود في الهواء وبيساعده في عملية البناء الضوئي، يبقى احتياجات ايه؟ اساسية. التربة، انت لسه قايل لنا دلوقتي ان التربة مش من الاحتياجات الاساسية. طيب احنا دلوقتي شفنا الاحتياجات الاساسية، احتياجات النبات الاساسية. طب هو انا ممكن اعمل مقارنة، يجي يقول لي قارن بين او اذكر اوجه الشبه والاختلاف بين احتياجات النبات واحتياجات الانسان والحيوان؟ ما انا خلاص عرفت. طيب هقول له ايه؟ الانسان والنبات والحيوان بيحتاجوا 3 حاجات مشتركة. ايه هي؟ الماء والهواء والغذاء. دي اوجه التشابه. مفيش انسان او حيوان او نبات يقدر يستغنى عن الماء والهواء والغذاء. طيب بالنسبة لاحتياجات النبات،
النبات بيحصل على الايه؟ العناصر الغذائيه من التربه، وبيعمل غذائه بنفسه عن طريق عمليه اسمها عمليه البناء الايه؟ الضوئي، ليحصل على الطاقه اللازمه ويبقى على قيد الايه؟ الحياه. طب بالنسبه للانسان، لا، الانسان ما يقدرش يصنع غذائه بنفسه. الانسان او الحيوان لازم ياخدوا الطاقه من ايه؟ من النبات او من حاجه تانية. حد واخد الطاقه من النبات برضه، يعني ياكلوا حيوان واكل نبات قبل كده واخد الطاقه من النبات. يبقى الانسان والحيوان لازم يتناولوا الطعام علشان ايه؟ يحصلوا على الطاقه اللازمه عشان يبقوا على قيد الحياه وينمو. طيب بالنسبه للنبات بقى هيعملها ازاي دي؟ هيصنع غذائه ازاي؟ احنا لسه فاكرين ان هو بيمتص الماء والعناصر الغذائيه من التربه ويصنع غذائه بنفسه عن طريق عمليه ايه؟ مين اللي فاكر عمليه ايه؟ عمليه البناء الضوئي، ليحصل على الطاقه ايه؟ اللازمه للنمو والبقاء على قيد الحياه. يبقى اوجه الشبه بين الانسان والحيوان والنبات ان هما الثلاثه بيحتاجوا لايه؟ للماء والهواء والغذاء. طب اوجه الاختلاف ان الانسان بيحتاج للغذاء من بره، او الحيوان بياخدوه من حد تاني، انما النبات هو اللي بيصنعه ايه؟ بنفسه. هنبدأ هنا نشوف النبات والغذاء. ازاي النبات بيبدأ يعمل غذائه بنفسه؟ بص للصورة كده، ادي الثلاث اجزاء الرئيسية في النبات: الجذور والاوراق والساق. وطبعا في زهرة اهي. وطبعا مش كل النباتات بيبقى فيها ازهار وثمار، لا، في نباتات بس بتبقى عباره عن ايه؟ جذور وساق واوراق. عشان كده احنا قلنا ايه؟ مكونات النبات الاساسيه 3 حاجات. طيب ازاي بقى بتتم عمليه صنع الغذاء؟ وزي ما قلنا الغذاء عباره عن سكر. النبات بيصنع غذائه اللي هو السكر عن طريق عمليه البناء الضوئي. طيب هو السكر ده بيفيد النبات في ايه؟ السكر بيدي للنبات الطاقه، واللي بيتغذى على النبات بياخد الطاقة. طيب دلوقتي انا ممكن اخد بطاطس ملاقيهاش فيها سكر، لا، هو فيها نشويات، والنشويات دي نوع معقد من السكر شوية. يبقى اي نبات احنا بنتغذى عليه بيبقى فيه نسبة كبيرة من السكر اللي هو مصنوع عن طريق عملية الايه؟ البناء الضوئي. طب تعال نشوف هي بتحصل ازاي. اول حاجة الجذور بتمتص ايه؟ الماء والعناصر الغذائيه من التربه زي ما احنا متفقين، وبعد كده ايه؟ تديها لمين؟ للي بيوصل. مين اللي بيوصل عندي في النبات؟ اللي بينقل الماء الساق. يبقى الساق ينقل الماء والعناصر الغذائيه من الجذور الى جميع اجزاء النبات. بعد كده الساق يديه لمين؟ للاوراق اللي هي المصنع بقى بتاع النبات. الاوراق تصنع الغذاء اللي هو السكر عن طريق ايه؟ عمليه البناء الضوئي، انها تاخد ضوء الشمس مع غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء مع الميه، وتبدا تعمل لنا الغذاء اللي هو السكر اللي هيعمل ايه؟ هيمد النبات بالطاقه اللازمه للنمو. طيب تعالوا نشوف احنا فهمنا ايه بالاسئله دي ونحلها مع بعض. تحدث عملية البناء الضوئي فين؟ لسه قايل في المصنع اللي هو الايه؟ الاوراق. طيب يعتبر نقط من الاجزاء الرئيسية للنبات. الساق مظبوط، ايه ده والاوراق كمان والجذور، ايه ده؟ يبقى جميع ما سبق. يبقى انا ما استعجلش واقرا الاختيارات كويس. طيب السؤال رقم 3: تتشابه احتياجات النبات والحيوان في كل مما يلي ما عدا. الماء ايوه بيحتاجه النبات والحيوان، والهواء بيحتاجه النبات والحيوان. طريقة الحصول على الغذاء ولا الطاقة؟ هو النبات والحيوان ايه؟ بيتشابهوا فين؟ فكروا. بيتشابهوا في كل الاختيارات دي ما عدا طريقة الحصول على الغذاء، لان النبات هو اللي بيصنع غذائه، انما الحيوان بيحتاج ان هو يتغذى على نبات او على حيوان قبل كده اتغذى على نبات. طيب كل مما يلي السؤال رقم 4 من الاحتياجات الأساسية للنبات ما عدا. الهواء، الماء، الضوء، المأوى. الماء والهواء والضوء والمأوى. طبعا هي المأوى، لأن في نباتات زي ما قلنا اللي هي عايشة على الماء أو عايشة على الحاجات دي بتبقى متنقلة، فممكن انها تقدر تستغنى عن الايه؟ الماء، وانما ما تقدرش تستغنى عن الماء والهواء والضوء. طيب هنا بيقول لي اكمل العبارات الاتيه باستخدام الكلمات المعطاه: الساق، التربه، الاوراق، الهواء، الجذر. رقم 1: يصنع النبات غذاؤه فيه. يصنع النبات غذاؤه في ايه؟
في المصنع بتاعه اللي هو الأوراق. رقم 2 يعتبر نقط من احتياجات النبات الأساسية. الهواء، مظبوط. رقم 3 يمتص نقط الماء والعناصر الغذائية من التربة. مين اللي بيمتص؟ الجذر. رقم 4 ينقل نقط الماء من الجذر إلى جميع أجزاء النبات، طبعا من غير ما نتلخبط، هي الساق. ضع علامة صح أو غلط. يستطيع النبات صنع غذائه بنفسه للحصول على الطاقة. هو أصلا الكائن الوحيد اللي بيصنع غذائه بنفسه هو النبات، يبقى الكلام ده صح، مظبوط. رقم 2 يمتص النبات الماء من التربة عن طريق الساق. هي الساق أصلا موجودة في التربة؟ لا، الجذر هو اللي موجود في التربة، يبقى الكلام ده غلط. رقم 3 ضوء الشمس من الاحتياجات الأساسية لنمو النبات، طبعا لأن هو اللي هيستخدمه في عملية البناء الضوئي، يبقى الكلام ده صح. السؤال الرابع والأخير، لا تعتبر التربة من الاحتياجات الأساسية للنبات، فما سبب ذلك؟ فما سبب ذلك يعني علل. احنا لسه واخدينها. لأن بعض النباتات لا تحتاج إلى التربة للنمو. هو هنا بيقول لي للنبات عموما، بس في شوية نباتات ما بتحتاجش التربة للنمو، يبقى إذا دي مش من الاحتياجات الأساسية. يبقى الإجابة لأن بعض النباتات لا تحتاج إلى التربة للنمو، مثل النباتات المائية والنباتات التي تنمو على نباتات أخرى. وبكده يا أبطال سنة 5 يبقى احنا خلصنا الدرس الأول من المفهوم الأول، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الفيديو الجاي الدرس الثاني، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.